ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. فيديو جديد، وفيديو النهارده هكلمكم على 3 اخطاء وقعت فيهم لفتره طويله، والاخطاء دي كلفتني كتير، فمش عايزاكم تقعوا في نفس الاغلاط دي عشان نحافظ دايما على بشرتنا وعلى جسمنا وعلى شعرنا في افضل حالاتهم. واول غلط انه زي ما كل حاجه ليها مثلا الجانب الايجابي او الجانب الكويس او ممكن تاخدي منها نتيجه تحفه، في اوقات تانية بيبقى ليها اثار جانبيه او ممكن ان هي تديكي ضرر بشكل ما على حاجه تانية. فاي منتج قبل ما نجيبه ونتعامل معاه لازم نبقى عارفين بالنسبه لنا احنا ايه اضراره وايه الفوائد اللي احنا هناخدها منه، وفي المقابل انت تحددي هل بالنسبه لك الموضوع ده مناسب ولا لا. بمعنى ان انا دلوقتي قعدت فتره بستخدم زيت الروزماري، هو طبعا في منه انواع كتير يعني، بس ده مينلي النوع اللي انا كنت مركزه عليه ومخلصه يعني عبوه تانية من براند تاني خالص. برضو كان زيت الروزماري عشان يتقل الشعر، وعشان مثلا لو في يعني ضعف في شعر او ضعف في الفروه او ضعف في اماكن معينه او فراغات في الشعر يملاها، خاصه كمان في اول الشعر كده من كتر ما احنا تحت الحجاب ونشد. انا عامه مش بشد شعري قوي الصراحه تحت الحجاب، واوقات مثلا بقسمه كده واوقات بجيبه جنب كده واوقات جنب كده، يعني المفروض تنوعي تحت الحجاب عشان شعرك ما ياخدش شكل معين ويبتدي يفضى من اماكن معينه. ولكن مهما عملتي برضو ممكن تلاقي مثلا شعرك فضي في حتت معينه، فانا كنت بستخدمه للسبب ده، وطبعا عشان يتقل الشعر. اكيد كلنا يعني بنحاول نعادل التساقط اللي ممكن يحصل في الشعر بانه يطلع شعر تاني بداله. فالمهم ان انا استخدمته لفتره طويله لشهور الحقيقه، وشفت منه نتيجه. مش هقول لكم لا، يعني يمكن انا شفت النتيجه واضحه، كل واحده بقى حسب ما تحدد. يعني انت لو بالعين المجرده كده ممكن ما تشوفيش، لكن مثلا كنت اجي مثلا اعمل شعري بيبي ليس او حاجه، الاقي بقى مش عارفه اجيب شويه شعر صغيرين كده عشان دول اللي نبته دلوقتي، وفي الاماكن اللي انا حطيت فيها، يعني الاماكن فعلا كان الشعر فيها ضعيف او قليل. فهو نتائجه بجد كويسه قوي لو استمريتي عليه. ولكن لما استخدمته فتره وقلت لكم ده غلط انا وقعت فيه الحقيقه، ان انا استخدمته يعني او ما كنتش اعرف ان هو بيعمل كده في الشعر، لقيت بدأ يظهر لي شعر ابيض بشكل غريب. يعني دي مش انا، وفي خلال مده صغيره خالص. يعني انا كان عندي كام شعرايه بعدهم، انا عارفاهم وعارفه اماكنهم، ببص لقيت لا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبقى الشعر الابيض ظاهر. فده خلاني اول ما خلاص خلصت اخر عبوه عندي من زيت الروزماري وقفته بقى تماما، وابتديت ان انا استخدم حاجات تانية. كان من ضمنها زيت السمسم، وبرده خلصته الاخر، وفي الخردل وفي الجرجير وفي اكتر من زيت يعني برضو بيساعد جدا على الانبات. وانا بكلمكم عن تجربتي الشخصيه والنتيجه اللي انا شفتها. انا شفت من زيت السمسم، مش هقول لكم ان هو طبعا ودى الشعر الابيض، هو من ضمن فوائده برضو ان هو بيتقل الشعر. وطبعا سواء الروزماري او زيت السمسم احنا بنستخدمهم بس حمام زيت على الفروه، اوكي ممكن في بعض الحالات توزعي على باقي الشعر، بس في الاساس احنا بنحط على الفروه ولازم الشعر يتغسل بعديها، سواء بقى هتسيبيه ساعه ساعتين ايا كان طريقه استخدامك ليه ايه يعني. المهم ان انا برضو انتظمت على زيت السمسم لفتره طويله. مش هقول لكم الشعر الابيض اختفى، بس ما بقاش ظاهر بالنسبه لي ومش شايفاه زي الوقت اللي كنت بستخدم فيه الروزماري. ازاي ده حصل انا ما اعرفش، بس دي تجربتي الشخصيه. وانا كنت عارفه ان هو بيغمق شويه لون الشعر، فلو انت اصلا بتحبي درجه لون شعرك، يعني لو هو اصلا مايل للبني او كده البني الفاتح، فبلاش زيت السمسم اصلا ان هو بيغمق الشعر. فانا ما اعرفش هل هو عشان ليه مثلا تاثير جانبي برضو ان هو بيغمق الشعر فهو خلى الشعر الابيض مش ظاهر ولا ايه، بس انا ستيل برضو شايفه نتيجه في ان هو بيتقل الشعر وان هو مفيد ومغذي وكل حاجه. وكان بالنسبه لي اهم سبب واللي هيخليني اكرره تاني عشانه هو ان انا مبقتش فعلا شايفه الشعر، يعني الشعر خلاص هو ابيض وطلع عمره ما هيرجع تاني. ازاي انا مبقتش شايفه الشعر الابيض ده ورجع تاني كام شعرايه اللي هم كانوا عندي قبل ما استخدم الروزماري؟ انا ما اعرفش التفسير العلمي للموضوع ده، بس كل اللي اقدر اقول لكم عليه ان انا بجد شفت منه نتائج تحفه وعجبني اكتر حاجه في الموضوع ده. فزي ما اتفقنا ده بس مجرد مثال، بس في النهايه زي ما اتفقنا انت بتختاري اي منتج اي ماده انت حابه تدخليها لبشرتك لجسمك لشعرك، ودايما دوروا على الحاجات الكويسه اللي فيها والحاجات يعني اللي ممكن تكون سلبيه عند بعض الناس. في ناس مش فارق معاها، في ناس اصلا شعرها بيبيض طبيعته بتبيض من هم صغيرين، يعني مش بسبب السن او حاجه، وهم متقبلين ده عادي ومش بيصبغوا شعرهم ولا حاطين الموضوع في دماغهم اصلا.
وفي ناس بيبقى عندها بقى الصدمه الاولى، ايه ده انا عجزت، ايه ده انا هعجز، فبيبقوا عايزين يديروا حتى لو شعريتين بيض ويروحوا يشدوهم ويصبغوا الشعر كله عشانهم والقصص دي كلها. فانت في النهايه اعرفي تاثير الحاجه الايجابي والسلبي قبل ما تستمري عليها الفتره، عشان لما تشوفي نتيجه تبقي راضيه عنها، ما تبقيش مقفوله بسبب حاجه معينه حصلت زي ما حصل معايا. الحاجه التانية وهي انه العنايه بالفم وبالاسنان دي من اكتر الحاجات اللي بتشغلنا كلنا، لانه الموضوع مش متوقف على الشكل، ان السنان تبقى صفراء او مسوسه او متوقف كمان على الالم، ان لو انت اهملتي في اسنانك فتره فممكن بقى توصل لحشو وخلع ضروس وحاجات. والحاجه الثالثه كمان عشان الريحه بتاعت الفم نفسه تكون كويسه، فلازم عنايه بالفم وباللثه وبالاسنان وباللسان وبالاريا دي كلها. وطبعا الشفايف برضو مهمه بالنسبه لنا كلنا، بما ان هنتكلم عليها برضو دلوقتي. فانا زمان كان ممكن ان انا استخدم ترتيب الخطوات اللي انا بعملها لاسناني او لبقي بشكل غلط، بمعنى ان انتي حتى لو عندك كل المنتجات الحلوه اللي في الدنيا واستخدمتيها بترتيب غلط هتاخدي منها نتيجه وحشه. ندخل في الموضوع. الترتيب الصح عشان ننضف اسناننا كويس ولساننا وبقنا وما ناخدش منها تاثير سلبي، اول خطوه بنبتدي بيها وهي سلكات الاسنان. السلكات دي اول حاجه بنبتدي بيها ننضف الاسنان كلها وبين الاسنان. في ناس بتستبعد اصلا الخطوه دي، بتبقى اسنانها كلها ملزقه ببعض، وفي ناس بيبقى عندها فراغات متوسطه مش فراغات كبيره، في ناس سنانها مفرغه قوي فحتى السلكات دي مش هتنفع معاهم، وفي ناس عندها اللي هو بين البنين ولا اسنانها ملزقه ببعض قوي بحيث لما تيجي حتى تدخل السلاكه يحصل التهاب من كتر ما هي عماله تحاول تدخل بين السنان. وفي ناس بقى اللي هي المتوسطه اللي هو العادي اللي هي ممكن تسلك ما بين اسنانها عشان الجير وعشان بواقي الاكل، لانه في اوقات كتير ما بتكونش الفرشه لوحدها كافيه ان هي تدخل لكل تفاصيل السنان. اللي كنت بعمله في الاول ان انا كنت بغسل اسناني الاول وبعد كده بستخدم السلاكه. فانت حتى النظافه اللي انت عملتيها لبقك انت برضو يعني مش هيطلع في السلاكه لوحدها البقايا بتاعه الاكل او الجير او الحاجات اللي هي بيبقى ريحتها مش الطف حاجه دي، وانتي بتسلك انت كده برضو رجعت شويه بكتيريا تاني. فالترتيب الصح ان احنا اول خطوه بنعملها ان احنا بنسلك ما بين اسناننا عشان بواقي الاكل. والاصل الخطوه دي بالنسبه للناس اساسيه، يعني في ناس بتعملها من باب الرفاهيه كل فتره والتانيه. انا مثلا دكتور الاسنان بتاعي لا بيقول لي لازم انت لازم تعملي الخطوه دي، لان انا معظم الالتهابات اللي بتحصل لي في اللثه اصلا مش في الاسنان نفسها. فاللثه ايه محتاجه تنظيف، فانت مش هتقعدي يعني تعملي بالفرشه على اللثه بتاعتك، لكن ممكن البقايا دي هي اللي تكون اصلا بتعمل التهابات ومشاكل وهي اللي بتلهب بعد كده الضروس. فالخطوه الاولى هي ان احنا بنسلك ما بين الاسنان يطلع بقى زي ما يطلع في البق، وبعد كده بنغسل بالفرشه وبالمعجون الاسنان بقى كويس من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره كل حاجه. الخطوه اللي هي العاديه ناخد بالنا واحنا بنغسل اسناننا انه ما نلحوسش كده بره المعجون، لان الحركه دي من اكتر الحاجات اصلا اللي بتغمق الشفايف وحوالين الشفايف. في بنات كتير بتشتكي قوي من الموضوع ده ان حوالين شفايفها غامق، فهي بتبقى عامله ايه بتغسل اسنانها تلاقيها بقى بتغسل شفايفها بالمره بتعمل لها سكراب وحوالين البق وكده، فمع الوقت المعجون بيسبب اسمرار. فما نعملش كده، اغسلي اسنانك زي ما تغسليها بالكميه المناسبه وبعد كده بنتمضمض. واخر حاجه بنعملها وهي ان احنا بنستخدم الغسول بتاع الفم عشان يدي تعقيم وريحه حلوه، ونكمل كده دوره الغسيل والتنظيف اللي احنا عملناها للاسنان. فانت ممكن حتى لو عندك المنتجات وعندك يعني الخطوات الصح المفروض ان انت تعمليها عشان تحافظي على حاجه معينه في جسمك، بس ما عملتيش الخطوات دي بترتيب صح، ممكن تاخدي منها نتيجه وحشه. فاوعوا برضو تقعوا في الغلط ده. كل واحده عندها او يخصها الجلو اب بتاعها بطريقتها. يعني دايما لما بتفرج على فيديوز مختلفه كل واحده بتقول ازاي نجلو اب، ازاي نبقى في احسن صوره مننا، ازاي نهتم بنفسنا، ازاي سواء اجانب او عرب او اي حد بتفرج عليه، كل واحده بالنسبه لها في تفاصيل معينه او في حاجات جسمها او بشرتها او شعرها محتاجينها هي بتعملها، وبعد ما بتعملها بتحس ان هي في احسن حالتها او ان هي اهتمت بنفسها. فاحنا مش مطالب مننا ابدا اننا نربط نفسنا ببنات وستات تانية. مش كل ما تشوفي واحدة بتعمل حاجة معينة بتحسسها برضا وان هي كويسة وان هي كده شكلها لطيف وتمام
تجري تعملي زيها وفاكره ان انت هتوصلي لنفس الحاله النفسيه اللي هي فيها. احنا بنهتم باجسامنا ليه او ببشرتنا او كده؟ بالفطره احنا بنحب الزينه والجمال والاهتمام بالنفس بشكل عام، كلنا كبنات وكستات. ولما بتهتمي بنفسك ده بينعكس على ثقتك بنفسك. انت واحده شايفه نفسك حلوه، معديه قدام المرايه، متجوزه بقى مش متجوزه، مخلفه، مبهدله، ايا كان وضعك ايه، انت لما بتعدي قدام المرايه وانت مهتمه بنفسك غير وانت بتعدي قدام المرايه وانت شعرك يعني منكوش ومش في احسن حالاتك وبشرتك مبهدله ومفيهاش نضاره وحتى ما غسلتيش وشك من الصبح. فكل واحده ليها طريقتها في الاهتمام بنفسها، بس كلنا في كل انحاء العالم متفقين على ان انت لما بتهتمي بنفسك ده بينعكس على ثقتك بنفسك، بيخليكي راضيه عن نفسك اكتر، راضيه عن شكلك اكتر، حاسه ان انت في حاله ومود احلى لما تكوني هامله نفسك خالص او مش مهتميه بنفسك. هامله نفسك خالص ولا مهمله في نفسك خالص؟ يعني انتوا فاهميني اكيد. المهم ان انا بلاقي في الفيديوز بتاعت الجلو اب دي واحده مثلا بتركب لاشز مثلا، وتركب نيلز كمان في رجليها، وتحط اكستنشن مثلا في شعرها، وتحط مثلا تنت اللي هو بيبقى ثابت لمده شهر، وتعمل تين لجسمها، وتلبس حاجه معينه، وتشرب حاجه معينه، وتسمع حاجه معينه، وهي كده تمام. اجي ادخل على الفيديو اللي بعده لواحده تانية خالص، تلاقي ان هي بتلعب رياضه، بتشرب مشروب معين، بتعمل هير ماسك لشعرها، بتهتم ببشرتها بجهاز كده زي جهاز الليزر كده، بس هو بتاع الماسكات بس، وتفضل تعمل ماسك في التاني وهي بتقرا وهي بتتفرج على حاجه عشان تاخد النتيجه اللي هي عايزاها. اقفل الفيديو ده، ادخل على الفيديو اللي بعده، الاقي انتوا خلاص فهمتوا الفكره ايه. كل واحده بتجلو اب بطريقتها، بس الحاجه المشتركه ما بيننا كلنا بعد ان ده بينعكس على ثقتنا بنفسنا انه النظافه دي حاجه اساسيه. كل ما تكوني نظيفه ومهتمه بنظافتك الشخصيه، دي مش من باب الرفاهيه، مش من باب ان انا عايزه يبقى شكلي حلو، لا دي من باب الاساسيات اللي مش بس هتاثر على مظهرك، كمان هتاثر على صحتك. باقي الرفاهيات التانية اللي ممكن تعمليها في شكلك، ممكن واحدة تحط شوية تنت تبقى بالنسبة لها تمام، ممكن واحدة تقوم تحط ماسكارا تسرح رموشها كده، تحط ماسكارا تبقى واو، ممكن واحدة تقوم تحط فول ميك اب، ممكن واحدة تركب زي ما قلنا مثلا لاشز، مثلا تحط ضوافر عشان ضوافرها مش احسن حاجة. يعني كل واحدة ليها طريقتها في الفرعيات في الرفاهيات، لكن الاساسيات بالنسبة لنا كلنا دي ما فيهاش كلام. النظافه الشخصيه دي ما فيهاش نقاش اصلا. كل ما كنتي مهتمه بنظافتك الشخصيه، كل ما انت هتكوني راضيه عن نفسك طول الوقت بنسبه معينه. عايزه بقى تعلي النسبه دي وتدلعي نفسك وتهتمي بنفسك وتشوفي نفسك احلى وتغيري من مودك، بنبتدي نعمل رفاهيات. انما الاساسيات دي ثابته معانا عشان اولا مظهرك، ثقتك بنفسك، وعشان صحتك، لانه في حاجات بتضرنا لو احنا عملناها غلط في نظافتنا الشخصيه بتاثر علينا بشكل سلبي. بس فانت اعملي الجلو اب بتاعك بطريقتك، ما تربطيش نفسك بحد، كل واحده ليها وجهه نظر في الموضوع ده. فانت المهم ان انت تكوني راضيه عن شكلك وحاسه بحاله نفسيه افضل. يعني مثلا معظم المحجبات لما بيعملوا اي حاجه في شعرهم بتبص لنفسك كده بصه في المرايه اللي هو شكلي بقى قمر، او شعري مثلا بقى ستريت او كده. لما بيحصل اي تغيير، اي تسريحه حتى جديده في شعرنا، لانه معظم الوقت بتبقي مغطيه شعرك وانت نازله الشغل وانت نازله الجامعه وانت مثلا نازله مشوار، فلما بنعمل اي تغيير في شعرنا واحنا قاعدين في البيت ده بيرضينا جدا، لكن مش ده الاساس. ممكن كل واحده تتعامل بالطريقه اللي بتحبها، المهم توصلي ان انت تكوني في حاله نفسيه احسن. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. ولو عندكم اي غلطات وقعتوا فيها يا ريت تقولوها تحت في التعليقات، وممكن كمان في وقت من الاوقات اخد من تعليقاتكم افكار واطلع اتكلم عن الحاجات اللي كنتوا بتعملوها غلط، وطبعا هطلع التعليق باسم صاحبه التعليق عشان كلنا نتعلم من بعض وما نقعش في الاغلاط دي تاني او في الغلطات دي تاني. اوكي يلا سلام.